بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات قبل ما نخش في الفيديو. بصوا، أنا مش هتكلم في السيناريو، طز في السيناريو، أنا هتكلم بضمير بس. شوف يا صديقي أو يا عزيزي المشاهد، عمرك شفت في يوم، طبعا عارفين عيد الأضحى الناس بتضحي بالخروف أو العيد، ولكن اللي حصل في عيد الأضحى السنة دي حادثة بشعة بكل المقاييس، وهي حادث الذبح. احمد ضحى بيه. انت بتقول احمد مين؟ حضرتك خلينا بقى نخش على طول في الموضوع. احمد المسلماني شاب في الثلاثينات، شاب يقول كده في اواخر العشرينات، عنده 3 محلات. ده احمد المسلماني شاب محترم راجل جدع، عنده 3 محلات دهب وماشي في حاله، وفاتح بيوت ناس كتير ومشغل ناس كتير معاه، ولكن ما تصورش ان يجي في يوم ان الخيانه او الغدر هتبقى من اقرب الناس ليه والناس اللي كانوا خير منك. اللي حصل هنعرف التفاصيل. حضرتك نبدا على طول. احمد المسلماني في يوم من الايام اكتشف في يوم من الايام اكتشف ان في حسابات مش مظبوطه، وان الذهب وطلع طلع بقى مين اللي وراه، ومين اللي وراه السرقه دي؟ 2، واحد اسمه فارس والتاني اسمه سيف. اول ما عرف هو على طول ما خدش حقه بدراعه، هو ساب على امل ان القانون هيجيب له حقه. فعلا راح عمل محضر وما خدش حقه بدراعه، وعلى امل ان القانون هو اللي يجيب له حقه. تمام، نكمل. الاتنين عرفوا خلاص، وما قالوا ما يا انا يا هو يا احنا يا هو في اليوم المهبب ده. والا وهو طلعوا 2 ملثمين في يوم بالليل. الناس افتكرت في الاول انها مجرد خناقه، لكن بدات بطعنات من الظهر والوش، والدم ما بقاش دم، ده بقى بحر، والناس شافته ونقلوه على المستشفى على طول. تخيل عزيزي المشاهد، 7 أيام في المستشفى على امل انه يعيش. وغير كده شوف بقى والدته ومراته وابنه الصغير، على امل انه يعيش ويعيش اكتر واكتر عشان يقدر ابنه. ولكن اللي حصل بعد 7 أيام، يوم 12 مايو 2025، النفس الاخير اللي كان اهله على امل انه هيعيش راح عند وجه رب كريم. الاتنين دول عملوا اكبر جريمه. كسر عملوا ايه بقى؟ كسروا ظهر ويتموا طفل ملوش ذنب. ملوش ذنب. وكسروا ظهر ست، كسروا ظهر مراته. بقتلهم ليه؟ ضمير معدوم. كل انسان بيدور على مصالحه الشخصيه لازم يعمل حاجه جنايه في حق انسان مظلوم كان عايز يرجع حقه بالقانون، ولكن مات. ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنه، وربنا يقوي ويصبر مراته وابنه وامه. طب الواد الصغير اللي مالوش ذنب يتموه. طب سؤال، مات وربنا يرحمه، هل العداله هتجيب حقه؟ هل العداله هتقدر هترجعه عايش تاني؟ هل القصاص هيرجع له ابنه؟ هيرجع مراته وابنه وهو يرجع له الواد عايش؟ احنا فين؟ احنا مش بلد، احنا دي غابه، وكل واحد بقى بيعمل فيها ما بداله. من ايش بقى الحاجات الوساخه اللي بتحصل اللي احنا بنشوفها الكام يوم. قذاره، عالم ولاد وسخه، عالم ما عندهاش ضمير. يعني انت قتلت راجل ويتمت ابنه وكسرت ظهره وخرجت البيت، يا هل ترى انت استفدت ايه؟ انت هتتسجن، بس المشكله ان انت ممكن تخرج بكفاله.
ما هو ده النظام. انت عايز تعمل يا باشا انا هدفع واخرج بكفاله، يعني حتى لو تخرج يا ريت تتعدل، لا انا هكمل. ده على اللي احنا بنشوفه في الايام دي، كميه زباله، كميه مزبله وقرف وقله قيمه وجشع وطمع وكل ده، وتقول اللي بيحصل وكأن اللي بيحصل ده عادي. انا على ما اظن ان دي مش اول مره تحصل حوادث قتل، وخاصه في مصر. مصر بقت انا بحس انها عايزه تحطم الرقم القياسي في جرائم القتل وابشعها كمان. وحضرتك ام الطفل هتصرف عليه منين؟ امه، والدة الواد اللي جدته، والدة احمد المسلماني، ربنا يصبرها على فراق ابنها. الناس كان بتستشهد بأدبه وأخلاقه وجدعنته مع الناس. الأمان أنا بعد كده أنت لو شخص مش هتآمن إن أنت تشغل معاك حد، الله أعلم ممكن يكون غدار في نيته. أنت عارف دول بيفكروني بإيه؟ باليهود اللي طول عمرهم الغدر والخيانة بيجروا في دمهم. بصوا أنا مش هحكم، انا مش عايز، انا عايز القانون يجيب حقه، ويا ريت الناس دي العيال دي تتعدم، انا عايزها تتعدم، لان البلد دي مش سلطه، مش سلطه لاي حد يعمل فيها اللي هو عايزه، ولا حد هيساله انت بتعمل ايه ولا ايه. ده كل ده وانت مش عارف احنا البلد ده رايحه بينا على فين من كميه القرف اللي احنا بنشوفه. حضراتكم بقى ازاي يا اخواتنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يتم ابن وكسر ظهر ام وكسر ظهر ست بيت عندها ابن وبتحاول تصرف عليه. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي. طبعا ربنا يرحم، وطبعا ربنا يرحم احمد المسلماني، وان شاء الله ربنا يصبر اهله، وان شاء الله حقه يرجع، والحق بان هو يتعدم، الاثنين دول يتعدموا، فارس وسيف يتعدموا في ميدان عام. ويا مش بيتعدموا رمي، يتعدموا رميا بالحجاره، لان دول ما يستاهلوش غير كده. انت عارف احمد المسلماني اذا كان لو كان ذنب ان هو شغل 2 ولاد كلب خونه ما صانوش العيش والملح، عيش وملح الراجل اللي شغلهم واكلهم من خيره. وده طبعا كان اخر الفيديو. طبعا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، والدعوه لاخواتنا في فلسطين كمان. اشوفكم فيديو جديد، اشوفكم كل خير. عزيزي المشاهد، السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.